انت عمرك قلت أكل العيش وانت عارف من جواك انك بتبرر؟ عمرك حسيت ان الجملة دي بتشتغل زي ختم على أي حاجة غلط فتعدي وتخلص وتمشي؟ أنا دكتورة هبة المنشاوي، باحثة في علم النفس الاجتماعي وأخلاقيات السلوك داخل بيئات العمل. المهندس أحمد علي الضبع استضافني النهاردة في حسبة بيرما علشان نفتح سؤال شكله بسيط بس بيكشف ناس كتير. هو كل حاجة تتغفر عشان أكل العيش؟ خليني أبدأ من نقطة واضحة. أكل العيش رزق، والسعي رزق، والشغل شرف. بس الجملة دي ساعات بتتحول من معنى محترم لمعنى تاني خالص، تبقى زي كارت خروج من أي ذنب، تبقى جملة قصيرة بتقفل النقاش وتسكن وجع الضمير وتخلي اللي قدامك يحس إن اعتراضه سذاجة وإنه مش فاهم الدنيا. في علم النفس في حاجة اسمها تبرير الذات. العقل عنده هدف ثابت يحافظ على صورتك عن نفسك إنك بني آدم كويس، ولما تعمل حاجة غلط بدل ما يعترف إنها غلط بيعمل حركة أخطر، يغير اسمها. الرشوة تبقى إكرامية، الكذب يبقى سياسة، الظلم يبقى مصلحة شغل، التلاعب بيبقى شطارة، السكوت على الغلط يبقى عقل، وكل ده يتغطى تحت لافتة واحدة: أكل العيش. والأدهى إن الموضوع مش بيقف عند الفعل نفسه، بيأثر على شخصيتك. أنت ممكن تكون دخلت الشغل بنية طيبة وعايز تفضل محترم، وبعدين تلاقي نفسك بتعمل حاجات ما كنتش تتخيلها، مش لأنك صحيت شرير، لأن التبرير بيعمل لك السلم، أول درجة صغيرة وبعدين درجة تانية، وبعدين تلاقي نفسك فوق خالص ومش فاهم طلعت إمتى. تخيل موظف جديد لسه بيبدأ، المدير يطلب منه يمضي ورقة وهو مش مقتنع، الموظف يتردد، المدير يبتسم ابتسامة اللي شاف الدنيا ويقول له: يا ابني امضي، دي شغلانة، أكل عيش. الموظف يمضي، أول مرة بتحرق، تاني مرة أقل، تالت مرة تبقى عادي، وبعد شوية الموظف ده نفسه لما يمسك منصب هيقول نفس الجملة لحد أصغر منه، مش لأنه عايز يبقى ظالم، لأنه تعلم إن دي اللغة اللي بتقفل الوجع. وهنا يجي السؤال اللي بيقلب الحسبة: هو أكل العيش محتاج إنك تاكل حق حد؟ محتاج إنك تزوق الغلط وتسميه ضرورة؟ محتاج إنك تبيع حد أضعف منك علشان تفضل واقف؟ في فرق كبير بين اضطرار حقيقي واستسهال متلون. الاضطرار الحقيقي بيبقى فيه ضيق، وفيه محاولة لتقليل الضرر، وفيه بحث عن مخرج بديل حتى لو البديل صعب. إنما الاستسهال بيبقى فيه راحة داخلية غريبة، كأنك لقيت شورت كات وبتحس إنك ذكي. دي علامة مهمة. لو أنت مضطر فعلاً هتكون متوتر ومش مبسوط وبتدور على حل يطلعك من القصة. لو أنت مستسهل هتلاقي نفسك بتبرر بثقة، ويمكن تضحك ويمكن تهاجم أي حد يقولك لأ. وبرضو خلي بالك من فخ تاني، ساعات تلاقي حد يقولك ما هو كله بيعمل كده. دي مش حجة، دي جرس إنذار، لأن كله دي طريقة العقل إنه يوزع الذنب على الناس علشان ما يحسش بتقله. خليني أربطها بواقع الإدارة. في مشاريع كتير بنشوف سيناريوهات شبه كده: حد يزور رقم علشان التقرير يطلع حلو، حد يضغط على الفريق لحد ما صحتهم تتكسر علشان ديدلاين، حد يضحي بحد صغير علشان الميزانية، وكل مرة نفس الجملة تترمي على الترابيزة: ما هو ده أكل عيش. أنا مش جاية أعمل محكمة، أنا جاية أحط مراية، لأن في فرق بين إنك تدير شغل وبين إنك تدير ضميرك علشان ما يوجعكش، وفي فرق بين إنك تحافظ على بيتك بالحلال وبين إنك تشتري أمانك على حساب كرامة حد تاني. والنية هنا مش شعار، النية اتجاه. هل أنت بتسعى ورا رزقك على الله وأنت حريص ما تظلمش، ولا بتستحل وتقول ربنا غفور وخلاص؟ ربنا غفور، بس ربنا عدل، وحق الناس مش تفصيلة. فأنا هسيبك بسؤالين، لو جاوبت عليهم بصدق هتعرف أنت واقف فين. أول سؤال: الحاجة اللي بتعملها وبتقول عليها أكل العيش لو اتعملت فيك هتقبل؟ تاني سؤال: لو ابنك أو بنتك شافك في الموقف ده هتفتخر ولا هتتمنى ما يشوفش؟ اكتب رأيك، احكي موقف شفته أو عيشته واتقال فيه أكل العيش كتبرير من غير أسماء، يمكن حد يقرأ كلامك ويفوق قبل ما يكرر نفس الغلط. دي كانت حسبة بيرما، ربنا يعلمنا كلنا.